تمام. محمد كمال مدرب المنتخب. محمد كمال أصغر مدرب في منتخب مصر. أنا اخترته من سنة إن هو ينضم للجهاز التدريبي عشان ناشط، عشان ولد شغيل، عشان ولد بيحب كمال الأجسام، وحددنا له مسمى مدرب فريق قومي، وما كانش بيتعاطى أجر السنة اللي هو اشترك معانا فيها، لكن كان مجتهد وكان مقرب لينا جدا. آخر بطولة اشترك فيها محمد كمال مع مجموعة من لعيبته كانت بطولة أولمبيا اللي اتعملت في الكويت من حوالي شهر، والراجل كان في افلام الفيديو اللي طلع كان بيقول على والده عادل فهيم مشكورا احلى كلام، والكلام ده موجود وتقدروا تاخدوه. هو قرر، هو حس بان هو اتظلم في الكويت، ده رايه، لان هو اشترك في الكويت مع لعيبته على نفقاتهم الشخصيه، مصر ما كانتش مشاركه في هذه البطوله، فاشتركوا خدوا بدل بين فضه وبرونز وعملوا جهد مش بطال. انا شايفه جهد مش بطال. هو شاف ان هم الناس داست عليه، دي وجهة نظره تحترم. قال لك الجماعه في الكويت ظلمونا، الله اعلم. ال9 حكام اللي شاركوا في الكويت كلهم اجانب، ما فيش ولا حكم عربي. فالنتائج دايما احنا عندنا مشكله النتائج، ربما يكون معها حق، لكن انا ما اقدرش اساعده في هذا الامر. فوجئت بيه بعد كده قال طالما انا اتظلمت بقى في الكويت، طالما ما لقيتش حد يقف جنبي ويساعدني، فانا هلعب في البطولات اللي لا علاقه الاتحاد الدولي بيها، زي البطوله اللي كنا بنتكلم عنها اللي هتتعمل في الكويت اللي هي مش معترف بيها من الاتحاد الدولي. وانا رديت عليه وقلت له يا ابني اللي انت عايز تعمله اعمله. انا ضد الجريمه، يعني انا لو وقع في ايدي تاجر منشطات هفضل خانق في رقبته، يا اما القانون ياخد لي حق منه يا اما مش هسيبه. لكن اللي عاوز يلعب بطوله في اتحاد غير شرعي دي حاجه تخصه، هو هيخسر علاقته بالاتحاد الدولي، لكن هيظل ابني. وقلت الكلام ده هو تعالى، واكيد انتوا سمعتوا الكلام ده وشفتوه، قلت اللي عاوز يشترك يشترك. في بعض اللعيبه موقوفه في مصر 4 سنين، يقول لك احنا 4 سنين هنموت، مش لو ودي فرصه بطوله كبيره وفيها فلوس كتيره نكسب فيها. قلت لهم وجهه نظر، ما اقدرش اقول لكم لا، لان اللي انتوا بتعملوه ده مش مخالف لقانون الدوله، هو مخالف لقانون الاتحاد الدولي. انت هتخسر الاتحاد الدولي لكن مش هتخسر الدوله، ومش هتخسر عادل فهيم، لكن هتخسر انك تلعب في بطولات الاتحاد الدولي فقط لا غير.